بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل هرسة الشطه او الفلفل المطحون، زي ما تسميها سميها. طبعا بنحتاجها، لازم تكون في التلاجة عندك، بنحتاجها في خصوصا في الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نشوفوا هنعمل ايه وندخل على المقادير. معايا فلفل احمر مغسول طبعا وشايلين الراس بتاعته، وملح وزيت وبرطمان فاضي والكبه بتاعتنا. ويلا نشوفوا هنعمل ايه بقى. نسمي الله كده، وانزل في الكبه بالفلفل الاحمر، اقطعه القرن كده على ايه 3 أو 4. لو ما عندكيش كبه في الهون اهو، حطينا الكميه المناسبه للكبه. وهنحط الملح، ادي معلقه 2. دول كيلو ونص فلفل احمر، هنحط عليهم حوالي 3 أو 4 معالق ملح اهو. هنفرمهم بقى فرم ناعم قوي. طبعا الملح هيساعد على عمليه الفرم، اللي هو يكون ناعم قوي. متخافوش، مش هينزل ميه ولا حاجه ابدا، الملح بينعم اهو. ده شكلها. حسيتي ان هي ما اتفرمتش كويس، لميها برضو وفرميها تاني. بس انا معايا اتفرمت كويس اهوت بالشكل دوت. معايا بقى برطمان فاضي، اي برطمان عندك. انا هحطها في برطمان ازاز عشان هحفظها في التلاجة من تحت. لو انت هتعملي كمية احفظيها ببراطين بلاستيك في الفريزر. حبة زيت كده، حوالي معلقتين زيت ما بين كل طبقة وطبقة كده، كل معلقتين يعني معلقتين زيت اهوت. احط برضو حبة زيت. الزيت ده مادة حافظة ليه ومش بيخليه يغير لونه اهو. خلصنا كل الكمية اللي معانا. نسويها كده، اضغطي بالراحة كده. ساوي البرطمان اهم حاجة. وفوق الوش هنكتر الزيت شوية، وكل ما تاخدي بالمعلقة تحطي زيت اهو كده. تحفظيه بقى عندك في التلاجة اهو شكله. بصوا ناعم ازاي، طعمه جميل قوي قوي في كل اكل. طبعا بتحشي بيه بدنجان، بتعملي بيه اي حاجة، تحطيه في الطبيخ عندك في الصواني، بتدخليه في اي اكله معاكي، بيدي طعم حلو كده وبيبقى سبايسي. وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تحطوا اللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.